شيل كان فاكر انه داخل مهمة بسيطة، لكن اكتشف ان البنت الصغيرة ساليفان مش بريئة زي ما كانت باينة، وده لان البنت دي عبقرية وبيستغلوها في تطوير سلاح مميت جدا. وفي اخر لحظة شيل قرر يهرب بيها، لكن كان ناسي انه بيلعب ضد جيش كامل. فلو ما كنتش شفت الجزء اللي فات من انمي الخادم الاسود فارجع شوفه الاول، وهتلاقيني سايب اللينك في الكومنت المثبت. ودلوقتي يلا بينا نكمل احداث الحكاية. بنشوف بعدها وولف والجنود بيخرجوا يدوروا على سوليفان وبطلنا، وبيستخدم الكلاب البوليسية اللي تتبع اثرهم. وطبعا القائدة هيلدا بتنبه عليهم ان اهم حاجة هي تأمين الاميرة الزمردية، وبتقسم الجنود لفرقتين، فرقة تروح مع وولف في اتجاه اليمين والتانية تروح معاها في الاتجاه التاني. وقتها سنيك الخادم الثعباني بيحس بخطوات الجنود وانهم قربوا يوصلوا، وساعتها بيبلغ زمايله على طول. الكل بيتوقع انه سمعهم، لكنه بيصدمهم لما بيقول انه بيحس باهتزاز الارض عن طريق جلد التعابين. وفعلا وولف والجنود بيقربوا جدا وبيشوفوهم، وبينده وولف على مولاته الاميرة الصغيرة. لكن سنيك بيبعت لهم هدية جامدة جدا، وده لانه بيبعت لهم عدد كبير من التعابين وبيخليهم يرقصوا على الشناكل. والخادمة ايميلي بتقول لهم تستاهلوا، هو ايه اللي جايبكوا ورانا؟ اما وولف فبيشيل التعبان وبيرميه وبيبدا يضرب عليهم نار. وطبعا اصحاب شيل مش هيسكتوا وبيبداوا هم كمان يضربوا نار، والمعركة بتشتعل. واحد من رجالة شيل بيطلب انهم ياخدوا الاميرة ويسبقوه، وهو هيشغل وولف ورجالته بالنار، وبيطلع علبة وبيقول نجرب ده بقى. وولف بيحس ان الجندي ده مش عادي، عنده شجاعة وبراعة في القتال ما شافهاش قبل كده. والجندي بيستخدم العلبة زي القنبلة، والفتيل بتاعها شمعة، ابتكار عبقري جدا. على الناحية التانية فرقة هيلدا ماشية، وواحد من الجنود بيسألها مش خطر نسيب اغلب الجنود مع خادم؟ فبترد عليه وبتقول له هو انت عبيط يا فندم؟ تفتكر وولف ده مجرد خادم عادي كده؟ لما تستأجر خادم للساحرة الزمردية الموضوع ما بيبقاش عن التنظيف والطبخ، لا ده بيبقى عن القتال. وبتكمل كلامها وبتقول اهم حاجة في وولف هي مهاراته القتالية الاستثنائية. وفعلا وولف بيظهر من ورا بطلنا وبيهاجمه من الظهر وبيضربه بالنار، وبعدين بيطلع سكينة وبيعمل حركات دهلوانية في الجو. الجندي بيحس ان وولف ده مش بشري وحركاته زي الحيوانات المفترسة. وولف بيعدي منه، والجندي بيضطر يحذر سنيك ان في جندي عدو فلت منهم. سنيك بيكون هو اللي شايل الاميرة الزمردية، وفعلا وولف بيوصل لهم وعينه بتلمع بشعاع غريب جدا، وبيهجم على سنيك والاميرة بتقع على وشها على الارض. وولف بيتفزع وبيجري يطمن عليها، بس المفاجأة ان اللي وقع ده مش الاميرة، لا ده كان شيل متنكر في لبسها. وبصراحة خطة تكتيكية ممتازة جدا. على الناحية التانية باقي الجنود بيطاردوا رجالة شيل اللي معاهم الاميرة الحقيقية. الجندي اللي شايلها بيطلب منها تخلي راسها منخفضة علشان تتفادى طلقات النار اللي جاية من كل اتجاه. جنود الساحرة بيبلغوا هيلدا ان في جندي شايل بنت وده معطله في الجري وانهم هيقدروا يلحقوه. وهنا بنرجع مع بعض فلاش باك، وبنشوف شيل وهو بيكلف فيني ان هو اللي يشيل الاميرة ويحميها، وبيقول له ارتقل اسمك واسبقهم كلهم. وفاكرين طبعا ان فيني هو الخادم اللي شيل انقذه واللي متعدل وراثيا. وفيني بيفتكر اللحظة اللي شيل اختار له فيها اسمه، وقال له مش هتفضل طول عمرك تتنده باسم التجربة 12. وساعتها اختار له اسم فيني، وده لانه في اللغة القديمة معناه الفتى ذو الشعر الاحمر، وده فعلا كان لون شعره. كمان بطل القصة القديمة فيني واللي بطلنا سماه على اسمه كان سريع جدا لدرجة انه كان بيسبق الارنب البري والغزالة، وبطلنا بيديله القصة دي علشان يقرأها. وساعتها فيني كان مبسوط جدا لدرجة ان سباستيان قال انه عمره ما شاف على وشه تعابير بشرية زي النهاردة، وده لانه طول عمره كان حاسس انه مجرد تجربة، ولكن بطلنا عامله كإنسان. وساعتها سباستيان قال له انت ناقصك بس تتعلم ازاي تكون خادم لسيدك شيل وتنسى قوتك. بيرجع فيني للحاضر وبيقول انه فضل يشتغل بستاني لما مولاه كان عايزه كده، لكن دلوقتي مولاه محتاجه كسلاح. وبيطلب من الاميرة تخلي بالها علشان الطريق هيبقى صعب شويتين، وبيطلب منها تقفل بقها علشان ما تعضش لسانها. وفجأة فيني بينطلق زي الصاروخ لدرجة ان جنود الساحرة اتصدموا وهو بيطير على الارض. وقتها فيني بيقول في سره انه هيعدي من الغابة دي اسرع من الارنب البري ومن الرصاصة ومن اي بني ادم. وفجأة بينط نطة غير طبيعية جدا وبينزل من فوق الجبل لمكان فيه مية، وجنود الساحرة بيقفوا محتارين ومش عارفين يوصلوا له ازاي، وبيحاولوا يصوبوا البنادق عليه، بس بتطلع بنت في الناحية التانية وبتصطادهم واحد واحد. لكن بتحس بحركة تحت قريبة من فيني والاميرة الزمردية، وساعتها بنكتشف ان اللي كانت بتتحرك تحت هي القائدة هيلدا. وبتقول لنفسها كويس ان انا اخدت القرار الصح ولفيت من طريق تاني، اصل الرجالة كده تفكيرهم على قدهم دايما. بس هل هيلدا هتوقف فيني هنا ولا ايه الحكاية بالظبط؟ فعلا بتكون واقفة قدامه وبتنشن عليه وبتضرب عليه طلقة، لكن المفاجأة ان كبير خدم بطلنا بيطلع سيف وبيقسم الرصاصة نصين. ازاي؟ اقول لك معرفش. وطبعا هيلدا بتتصدم وانا كمان بصراحة. والعجوز ده بيقول لفيني توكل على الله وكمل، انا اللي هقف قدامها علشان انا خادم سيدي فانتوم هايف الحقيقي ولازم اقدر انفذ اوامره. بنروح بعدها لسباستيان اللي كان لسه بيخلص المطلوب منه في القلعة الزمردية، وبيبص في ساعته وبيحس انه ممكن يتأخر على ميعاد الفطار. وفجأة بتحصل هزة غريبة في القلعة وكأنها زلزال، وساعتها بنسيب القلعة وبنرجع لبطلنا شيل واللي الخادم وولف كان قرب يمسكه. بطلنا بيضرب عليه طلقة من المسدس، ولكن الغريب
انه ما تاثرش خالص وكمل عليه. وولف بيديله بوكس قوي وبيوقعه على الارض وبيهجم عليه، وبطلنا مش فاهم ازاي لسه واقف كده رغم ان الطلقه كانت قريبه جدا. وولف بيمسكه من رقبته وبيقول له لو ما كنتوش جيتوا القلعه ما كانتش مولاتي. بس قبل ما يكمل كلامه بيظهر سنيك وسمايل خدم بطلنا وبيضربوا نار على وولف، وفجاه بيظهر شخص بسكينه وبيقاتل وولف وهو بيبص لبطلنا وبيقول له ممكن تشرح لي ايه اللي بيحصل هنا؟ ومحدش قال لي ان في ابنه في الموضوع. فبيرجع بطلنا فلاش باك وبيفتكر لما كان صغير وكان في ضيف عنده في البيت. بطلنا وقتها كان خايف يخرج من اوضته، فالضيف ده بيقول له تعالى انا مش بعض يا ابني. سباستيان بيضحك وبيقول له اصلك دايما متعب وعلشان كده هو بيخاف من شكلك. فالراجل بيتعصب وبيقول له ولكن انا مش متعصب. وبطلنا الكيوت بيجري على خادمه سباستيان وبيحضنه وكانه امه بجد، والخادم بيقول للضيف انه شخص طيب ومؤتمن ولطيف جدا. فالراجل بيقلق من كلامه وبيبص له بريبه. سباستيان بيكمل وبيقول له انا واثق انك لو شفته في خطر هتساعده مكاني. فالراجل بيرد عليه وهو متغاظ وبيقول هو ده امر يعني ولا ايه؟ سباستيان بيرد بهدوء وبيقول ابدا ده مجرد رجاء وطلب مش اكتر. فالراجل بيقول له هتقرفني لو حصل ومت قبلي؟ سباستيان بيرد عليه وبيقول له محدش كبير على الموت ولكن هعتمد عليك وقتها. وبنرجع تاني للوقت الحالي وسط المعركه، والشخص ده بقى كبير في السن طبعا، وبيقول هو متعصب زي عادته لازم انضف وراهم في بلاويهم دي حتى وانا كبرت، وبيتعارك مع وولف بكل عنف. بطلنا بيقول له ما اتغيرتش ابدا، طبعك زي ما هو يا ددرخ مع ان شكلك هو اللي اتغير. وفعلا الراجل اللي كان وسيم بقى تخين ومكلبظ. فبيتضايق وبيقول له ودي غلطه مين بقى ان شاء الله؟ وبيتعصب عليه وبيقول له اياك تناديني تاني باسمي الاول لاني مش خادمك. ددرخ بيقوم على وولف بسكنتين وبينده على واحد دقنه صغيره اسمه مش باين كده. وولف بيبص يشوفه بيكلم مين، وددرخ بيستغل تشتيته وبيضربه بالسكينه في دراعه وبيطلع المسدس وبيضرب عليه نار. بطلنا بيفوق وبيبص له وبيقول له شكرا، بس انت عرفت ازاي اننا هنا وايه كمان اللي جابك؟ الراجل بيرد عليه وبيقول اظن ان الموضوع واضح جدا، انت لعبت خلاص في عش الدبابير. وبيبعدوا عنه وبيقول له ابعد عني انت مؤذي زي ابوك بالظبط. فبطلنا بيقول له انت قلقان من الغاز السام، بس الراجل بيقاطعه بيقول له لا يا فالح الموضوع مش الغاز السام وبس، لا ده الجيش بيستخدم الغابه دي. وقبل ما يكمل كلامه بيرقد على بطلنا فعلا علشان يحميه، وفجاه بيحصل انفجار كبير بيدمر الدنيا حواليهم. فبيقول له ددرخ شكلي اتاخرت كتير جدا، وبيسالوا بطلنا ايه اللي بيحصل ده بالظبط. وبيجي الخدم يطمنوا على مولاهم الصغير شيل، لكنه بيقول لهم انهم هيتعرضوا حالا لزلزال. فالراجل الخبره بيقول له لا يا حبيبي ده مش زلزال، ده دي حاجه تانية خالص. فبتظهر مركبه مدفعيه متنقله جايه من قلب الغابه. فالراجل الخبره بيزعق وبيقول لهم انتوا هتقفوا تتفرجوا ولا ايه؟ اتنيلوا على عينيكوا وهربوا بسرعه. فبيجروا هما بيسالوه عن الحاجه اللي بتجري وراهم دي، فبيعرفهم انها آلة حرب بريه مصفحه وحديثه جدا، وانها اتطورت علشان تنقل المدافع في البر مش في البحر بس. وبيسال بطلنا بلدك كمان بتصنعها صح كده؟ فبطلنا بيرد وبيقول انا سمعت عن الموديل ده ولكن محدش قال لي انها كده، ما كنتش اعرف ان الالمان وصلوا للتقدم ده. اما جوه المركبه المدفعيه فالقائد بيدي الاوامر بتعديل الزوايا اللي هيضربوا عليها، وطبعا مش هينفع معاها رصاص المسدسات. فبيقول لهم ددرخ لا احنا لازم نهرب بسرعه. وبيسال بطلنا انت بتفكر تهرب من الغابه دي ازاي؟ فبيرد عليه وبيقول له ما كنتش متوقع اللي بيحصل ده وما كانش في الخطه اصلا. فبيحكي الراجل الكبير الخبره ده وبيقول الحكومه عملوا وادي الذئاب ونقلوا المعدات العسكريه في السر عن طريق سكه حديد عسكريه ناحيه الشرق، ولو لحقوا اي قطر شغال من القطارات دي هيقدروا يهربوا. فبطلنا بيقول له يا مسهل ربنا كريم. بس فجاه بطلنا بيقع وبيحس بنفس اللي حصل له قبل كده. فددرخ بيقول له مالك وبيجري عليه، لكن المركبه العسكريه بتضرب طلقه كبيره وبيحصل انفجار جامد في المكان، والجميع بيتفزعوا على مولاهم الصغير شيل. بس بيجي النجم سباستيان كالعاده وبيظهر في اللحظه المناسبه وبيحس بيه، مش بقول لكم الولد ده زي امه؟ المهم بيقول لبطلنا هو انا كل مره اجي لك الاقيك في حاله يرثى ليها كده؟ وبيكمل عليه وبيقول له تتحمل تلبس اللبس البناتي ده ومش عارف حتى تمشي بيه؟ كان المفروض على الاقل تسيب لي الموضوع ده من اوله. فبطلنا بيرد عليه وبيقول مش عايز اسمع الكلام ده من واحد جاي متاخر. وددرخ بيحذرهم ان في قذيفه تانية جايه عليهم فمش وقت الكلام ده ولازم يهربوا بسرعه. وبنشوف وولف مستخبي ورا شجره وبيقول لنفسه المركبه ضربت من غير تردد، مستحيل يكونوا عرفوا ان اللي لابسه لبس الاميره مش هي. فبيحس ان هيلدا والجيش الامبراطوري كله كانوا ناويين يخلصوا على الاميره الزمرديه من البدايه. اما بطلنا فبيسال الخادم الشيطاني جبت العينه من الغاز؟ فسباستيان بيطمنه بيقول له كل عينات الاختبار معايا. وقتها بطلنا بيقول لبالدو وسنيك روحوا على السكه الحديد العسكريه مع ددرخ، وبعتوا اشاره لفيني من خلال قذيفه نجميه وده الخادم اللي معاه الاميره الزمرديه. وبطلنا بيرمي لددرخ الصندوق اللي فيه عينات الغاز السام، وكان هيقع بس ربنا ستر وددرخ مسكه وبيتعصب عليه وبيقول له شكلك بتشيلني اي حاجه خطيره مش فارق كتير خالص عن ابوك. فبطلنا بيقول له لا ده انا هعتمد عليك دلوقتي. وبيقول لسباستيان انا وانت هنتعامل مع الحاجه دي، يقصد المركبه العسكريه اللي شبه الدبابه، وهما الاثنين بيقفوا في طريقها. فددرخ بيقلق عليهم جدا بس بالدو بيطمنه بيقول له ما تقلقش مولاي عنده خطه كويسه وكمان معاه خادمه الموهوب. فددرخ بيقول له خليه يحافظ على حياته وبيمشي،
وقتها بطلنا بيطلب من خادمه ينزله، فسباستيان بيقول له معلش مش هقدر لاني نسيت اجيب حذاء احتياطي وهيكون خادم فظيع وسيء لو ساب مولاه يمشي حافي لا مؤاخذه، وكمان بما انك صغير في الحجم زي الساحره الزمرديه فممكن تتصرف زي اي انسه راقيه وبنت ناس. فبطلنا بيتعصب عليه، فسباستيان بيقول له بهرج والنبي هو ده وقت تهريج برضه، بس لازم اضحكك شويه كده وسط اللي احنا فيه ده. المهم انه وقتها كانت المركبه قربت عليهم خالص لدرجه انه صوتها بدا يهز الاشجار من حواليهم، فبيقول له بطلنا يلا دمرها وده امر مني. فالخادم بيرد عليه بمنتهى الجديه حاضر يا مولاي زي ما تحب. اما قائد المركبه فبيستغرب جدا ان في شخصين جايين ناحيتهم ومش باين عليهم الخوف، وبيقول هما الاتنين دول فاكرين نفسهم سوبر هيروز ولا ايه بالظبط، وبيطلب من السواق انه يلف جامد باقصى سرعه علشان تبقى الرشاشات في اتجاه بطلنا والخادم بتاعه، وفعلا بيبداوا يضربوا عليهم سيل من طلقات بتخترق الهواء وكانها مطر غاضب، بس سباستيان بياخد بطلنا وبيطير بيه فوق الغابه بسرعه غير طبيعيه، وبيقول له المركبه عندها مجال اطلاق نار بيدور 360 درجه، يعني لا مؤاخذه لو وقفنا غلط هنبقى اشلاء، دي بتضرب في كل الاتجاهات يا معلم ومفيش نقطه امان قريبه. كمان بيلاحظ ان الماده الفولاذيه اللي مصنوع منها جسم المركبه سميكه وقويه جدا اكتر مما كان متوقع ومش شبه اي حاجه شافها قبل كده، وفي وسط تفكيره بيظهر جنود المشاة وبيبداوا يضربوا نار هم كمان وكانهم عايزين يعملوا حفله اطلاق نار، بس بطلنا بيفكر بصوت عالي وبيقول اكيد مش كل المركبه دي معموله من فولاذ بالكامل، ده شيء هيخليها تتحرك بصعوبه شديده جدا، والا بقى كانت هتبقى تقيله في الوزن ومش هتقدر تجري بالسرعه المريبه جدا دي. وبيكمل وبيقول اكيد علشان يخففوا وزنها اضطروا يصمموا بعض الاجزاء بشكل ارفع، اجزاء هدفها تجميلي او توازن مش دفاع خالص، والاجزاء دي غالبا مش مهم حمايتها بس لو ضربناها صح ممكن المركبه تنهار. وقتها بيطلب من خادمه انه يقرب تاني علشان يتخلصوا من شويه الذباب دول اللي بيزعجوا الملك، فسباستيان بيرد بابتسامه هاديه وبيقول اوامر يا مولاي خدامك المخلص بينفذ، وبيطير من فوق الجنود وبيرمي عليهم العلبه الشهيره، العلبه اللي عملها الطباخ بتاع بطلنا، القنبله المحليه دي اللي دايما بتفاجئ العدو، فبتنفجر فيهم وهم لسه بيفكروا هو طار فوقهم ازاي، يا خساره مش بيلحقوا يعرفوا ولا حتى يتنفسوا، وقائد المركبه بيتفاجئ انهم خلصوا على كل جنوده في ثواني، فبيأمر السواق يلف تاني عليهم وفاكر ان دي هتكون نهايتهم السهله، بس هو لسه بيصوب المدفع سباستيان بيطير وبيكسر ماسوره المدفع بقوه خارقه، وطبعا الجنود اللي جوه المركبه بيتشالوا من مكانهم وكأن في اعصار ضربهم، والخادم الشيطاني بيطلع فوق سطح المركبه وبيضربها بوكس بيهزها وبيقول مولاي الصغير كان عنده حق فعلا، الجزء العلوي من المركبه ضعيف ورفيع فعلا اضعف مما توقعت، الجنود بيتفزعوا وبيضربوا عليه النار وكأنهم بيتعلقوا بقشه، لكن ده سباستيان والحاجات دي مش بتأثر عليه، ده حتى كمان ابتسامته ما كانتش بتتهز، فبيقول لهم يا حرام كلكم مزنوقين في الصندوق الصغير ده انتوا كمان مرعوبين زي الفيران المساكين اللي دخلت فخ ومش عارفه تخرج، عموما مولاي بعت لكم هديه مخصوصه صغننه كده، وبيطلع العلبتين اللي معاه وبيقول لهم دي من صناعه الطباخ بتاعنا هتعجبكم قوي فيها نكهه خاصه جدا، فاستمتعوا من فضلكم بقى وسيبوا لي الباب انا خارج، وبالفعل بيمشي وهوب المركبه بتنفجر بكل اللي فيها، فبيقول له بطلنا خلاص دي ما بقتش سفينه حربيه متنقله دلوقتي، دي بقت فرن متنقل بيطبخ الجنود، وبياخد خادمه الوفي وبيمشي وهو مبتسم ابتسامه النصر. بعدها بنشوف شريط ذكريات بيعدي قدام عينينا وكانه فيلم سينما قديم، وبيجي على صوره واحده من خادمات الاميره الزمرديه ملامحها هاديه بس في حزن، وصوت بيحكي وبيقول ان اسمها اني، ودي كانت مولوده في 25 مارس سنه 1864 يعني من زمان جدا، وماتت نتيجه تمزقات كتيره يوم 17 اغسطس 1889 موته مش طبيعيه بالمره، واللي بيحكي بيكمل وبيقول بحزن وللاسف مفيش اي اهتمام بالموضوع ده وكانها ماتت وخلاص، وبيكمل وبيقول ممكن الشياطين يكون عندها وش جميل يخدع بس ورا الجمال ده في اذيه وسم بيتمشى على مهله، وبيسال الشخص اللي معاه واللي اسمه ساشا هتعمل ايه دلوقتي، وبيلف له بيلاقيه قاعد فوق شجره في نفس الغابه اللي لسه بطلنا ماشي منها، وبيقول له سايبني اكلم نفسي وقاعد بعيد ليه، فزميله بيعتذر له بيقول له اسف يا لودجر وهو ماسك كتاب كبير زي مدونه كده، وبيقول له ان كل ما في الموضوع ان ملاحظات الفرع الانجليزي مثيره جدا واعتقد ان الموضوع هيكون مسلي خالص، فبيقول له لودجر شكلك مستمتع جدا يا ساشا، فبيقول له طبعا مستمتع، فكر في الموضوع كده انجلترا والمانيا بذمتك مش متشوق تعرف ايه اللي هيحصل وقتها، واحنا ساعتها بنتعرف ان الاتنين اللي واكلين دماغنا رغي دول حاصدين ارواح وبيفرحوا في المصايب طبعا ما شغلهم بقى. المهم ان لودجر بيقول له انه متاكد ان مفيش كتير من حاصدين الارواح بيستمتعوا بشغلهم زيه كده، فبيرد عليه وهو فرحان انه فعلا مبسوط من شغله كحاصد ارواح وبيحبه كمان، وبيساله تفتكر ايه اللي هيحصل بعد كده يا زميلي، فبيقول له انا شخصيا نظريتي هي، لكن زميله بيقاطعه وبيقول له نكمل مناقشه في الموضوع ده بعدين، وخلينا دلوقتي في المهم والسؤال الفوري، احنا ازاي هنتعامل مع الشيطان، فبيقول له اعتقد اننا هنسيبه لان في بينهم عقد، فبيقول له تقصد البنت اللي معايا دي، فبيقول له لا، فزميله بيستغرب وبيقول له امال فين المتعاقد ده، فبيقول له انا ما قصدتش كده، اقصد ان اللي شايله ده ولد مش بنت وهو ده المتعاقد، وبيقول له
وبيقولوا ان مشوار المتعاقد ده مثير للاهتمام جدا، وده لان عائله فانتوم هايف بتقوم بالاعمال القذره لصالح التاج الانجليزي. ساعتها بطلنا بياخد باله من وجودهم وبيسال سباستيان عنهم وبيقول له انه حاسس من لبسهم انهم حاصدين ارواح، وانا ما كنتش اعرف ان اللي شغل حاصد الارواح يونيفورم معين. المهم ان لودجار بيقول لزميله تصدق عندك حق، انا لما دققت النظر فيه واضح انه ولد مش بنت. بس ساشا بيقول له تصدق انه لاحظ وجودنا، فزميله بيقول له ممكن يكون حط رجله في القبر بعد ما تعاقد مع الشيطان، وده لان البشر اللي قريبين من الموت بيلاحظونا بكل سهوله لاننا الموت بعينه. فبيقول التاني انه ممكن تكون دي مساله نسب، وبيفرح وهو بيقول ان كان الموضوع كده فده هيخلي الموضوع اكتر اثاره واهتمام. وزميله بيقول له اخلص ورانا شغل مع المجموعه التانيه، فبيشاور لبطلنا وبيودعه وبيختفوا من على الشجره. فبيقول الخادم الشيطاني لسيده انهم بيظهروا في الاماكن اللي بيموت فيها البشر، وبيكمل كلامه بيقول انهم ما عملوش اي ازعاج ليهم رغم وجودهم في المكان، فده يخليهم افضل من حاصدين الارواح الانجليز اللي في كنابا. وبيقول له كفايه كلام عنهم لازم نوصل بسرعه. في مكان تاني بنشوف خادم بطلنا العجوز اللي ما شاء الله صحته احسن مني ومنكم، بيتحرك بخفه ومن غير اي صوت لدرجه بتخوف القائد اللي تبع الساحره الشريره، وبيقدر كمان يطعنها في دراعها، فبتقول انه افضل منها في القتال من قرب، فبتقرر تقاتله من بعيد وتسيب مسافه بينهم علشان تبعد عن خطره وتستخدم اسلوبها الخاص. وقتها بتجيلها رصاصه من فوق وبتطلع بنت واخده مكان استراتيجي عالي تضرب منه بكل دقه، فبتستغرب القائده ان عندهم قناص محترف بالشكل ده ويقدر يصيب من مسافه بعيده كده بكل ثبات، وبتقرر ان انسحابهم في الوقت ده هو القرار المناسب والصحيح لانه واضح انهم جاهزين. وقتها بتظهر البنت اللي بتشتغل قناصه وبتطمن على العجوز المحارب واللي بيطلع اسمه تاناكا، وبيكون وشه كله حكمه وهدوء، بس هو بيطمنها انه تمام وبخير وبيشكرها على دعمها الجميل في الوقت المناسب، وبيقول لها انه حاسس ان السن ليه حكمه وانه مهما كان قوي فالعمر برضه ليه تاثير. وبتساله القناصه دي لو هيقدروا يروحوا ورا القائده اللي انسحبت دي دلوقتي، فبيقول لها لا 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 بلاش نخاطر، احنا مش عارفين ممكن نقابل ايه او مين هناك. وقتها بيشوفوا اشاره اطلقها بطلنا من بعيد وبيعرفوا منها انهم غيروا اتجاههم فجاه، وبيقول العجوز بخبره واضحه اكيد في حاجه حصلت ولازم نروح نلحقهم بسرعه. على الناحيه الثانيه بيكون ديدرخ واصل هو واللي معاه لمكان السكه الحديد العسكريه، وبيتمنى من قلبه انه يكون لسه في قطر موجود او حتى قابل للتشغيل، ولسه هيفتحوا بوابه المكان بيحذرهم اوسكار الخادم الثعباني بكل هدوء انه سامع صوت جوه واضح وصريح، وتقريبا دول حوالي 6 أو 7 اشخاص بيتمشوا جوه المكان. فبيتعصب الزربون النشيط ديدرخ ده على طول وبيرد وهو مستغرب ومتعجب وبيقول يا سلام وعرفت كل ده بقى وانت واقف هنا، يعني ودنك دي لا مؤاخذه فيها اجهزه رصد ولا ايه بالظبط؟ ده الواد الصغير، وهنا بيقصد بطلنا، استأجر خادم استثنائي فعلا بيفكر وبيتصرف في نفس اللحظه، وبيقول ان ذوقه في اختيار المساعدين مختلف تماما عن ذوق ابوه مع انه غريب زيه بالظبط، وبيقول لهم ما دام في اعداء جوه فده معناه ان طريق السكه الحديد شغال لحد دلوقتي، ودي طبعا اخبار ممتازه لان ده معناه اننا ممكن نقدر نشغل قطر ونهرب من هنا على طول. وبيسيب الصندوق اللي فيه عينات الغاز السام الاوسكار وبيقول له خده بحذر، وبياخد بالدو معاه وبيقول يلا بينا نقتحم المكان ونخلص عليهم بسرعه. وفعلا في ثواني بيخلصوا عليهم بكل احترافيه وهدوء وبيفتحوا الاوسكار اللي بينبهر من سرعتهم وجديتهم في القتال، وبيقول ان ده شغل تيم محترف، وبيقوموا بيوزعوا الشغل بسرعه، وكل مجموعه عارفه هتعمل ايه بالظبط. مجموعه بتحضر الفحم ومجموعه بتجهز القطر واجزائه، والكل بيكون في حاله حركه. وقتها بيوصل فيني القوي ومعاه الاميره الزمرديه ومعاهم باقي الخدم اللي شغالين. المهم انهم بيظبطوا المكان كله وبيشحموا القطر وبيستعدوا للحركه، وفيني بيسيب الاميره في مكان امن وجنبها العجوز تاناكا اللي بيعرف يتصرف وقت الازمات. الراجل ده عنده ميزه غريبه جدا، بيكش وبيطول حسب الوضع، وده شيء بيساعده انه يهرب او يتصدى للهجوم. المهم انه بيقول له يخلي باله من الاميره وما يشيلش عنها عينه ولو للحظه واحده، وفعلا قدروا يجهزوا القطر في وقت قياسي وكل حاجه اشتغلت بكفاءه. وفيني بيستخدم قوته الخارقه وبيفتح البوابه الحديديه الضخمه، وبعدها بيشغلوا القطر وبيركبوا كلهم بسرعه وبيبدا القطر يتحرك على السكه. وفجاه بيوصل والف بشكل غريب وبينده على مولاته الاميره الزمرديه بصوت عالي جدا، وبيطلع المسدس بتاعه وبيضرب رصاصه بسرعه وكل العيون بتتجه ناحيته. ولحد هنا يا اصدقائي بتخلص حلقه النهارده. وسؤال حلقتنا بقى، يا ترى والف هيخلص على مولاته الاميره فعلا ولا بطلنا هيقدر يوصل في الوقت المناسب وينقذها؟ اكتب لي بقى اجابات الاسئله دي في الكومنتات وتوقعاتك كمان للحلقه الجايه يا صديقي، انا مستني ارائكم كلها في الكومنتات، واشوف بقى وشكوا على خير للحلقه الجايه. سلام.